السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم فيديو ما تنسوش الصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين. خلاص العيد على ابواب. فبدات كده ان انا اعمل معاكم حلويات العيد. بدأت كده أول حاجة كده هعملها معاكم الغريبة، هعملها كده بطريقة سهلة وبسيطة. وكمان هنشتغل كده بالكوبايات، مش هنشتغل بالجرامات خالص. هقول لكم كده على المكونات اللي معايا هنا كده كوبايتين من السمنة، معايا كوباية من السكر البودر، ومعايا كده 4 كوبايات من الدقيق، وكمان نخلتهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان السكر هنخله معاكم. ومعايا هنا كده كيسين من الفانيليا ورشة صغيرة خالص من الملح. هبدأ كده اشتغل معاكم. نزلت كده يا بنات بالسمنة اللي معايا كوبايتين السمنة، وهبدأ انزل كده بكوباية السكر اللي معايا، بس هنخلها عشان بيكون فيها حبيبات يعني كده خشنة شوية. ادي كده نخلت كده السكر اللي معايا. بصي يا بنات، هبدأ كده اضرب في السمنة اللي معايا والسكر لحد ما القوام بتاعهم يبقى كده كريمي، وشكلهم كده يبقى فاتح يعني وكده ايه. بعدين هبدأ انزل كده بكمية الدقيق اللي معايا. ضربت كده لحد ما القوام بتاعي كده بيجي بالشكل ده، شكل الكريم كده بالظبط. وبعدين هبدأ انزل كده بكمية الدقيق، بس مش هنزل بها مرة واحدة، وهنزل كمان بالفانيليا ورشة الملح. نزلت كده بنص كمية الدقيق اللي معايا، وهنا كده كيسين الفانيليا، وكمان رشة الملح. بص كده يا بنات، انا حطيت ال4 كوبايات كلهم من الدقيق، بس حاسه ان كده ان العجينه بتاعتي لا لسه محتاجه شويه كمان، فانا ايه هزود. انت كمان لما تيجي تعملي ما تحطيش الاربع، يعني ما تنزليش كده بمره واحده بال4 كوبايات من الدقيق. انزلي كده واحده واحده، ولو لقيتيه محتاج فوق الأربعة ضيفي دقيق. يعني لو لقيتيه مش محتاج يعني فايه كده خالص، عشان كل نوع دقيق مختلف عن التاني. ادي كده يا بنات شكل العجينه بتاعتنا. هبدا كده اشكلها معاكم. بص هاخد كده يعني كور صغيره خالص، حاولوا يعني تصغروها عشان هي كمان بتدخل الفرن بتفرش شويه. هخلص الكميه كلها وهنرجع كده مع بعض نسويها مع بعض باذن الله. دي كده يا بنات شكلت كده العجينه اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت لها كده سوداني وزبيب. الكمية اللي كانت معايا انا عملت لي صاجين بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. هسويها، وبعد ما اسويها هرجع كده اوريكم شكل الغريبة بتاعتنا يكون شكلها عامل ازاي. ده كده الصاج التاني يا بنات. بصوا كده انا عملتهم كده مع بعضهم، وبعدين هسويهم مع بعض كده يا بنات. الغريبة كده بعد ما استوت ده كده شكلها. طبعا هي ما بتاخدش لون زي ما احنا ما عارفين، الغريبة بيكون لونها كده ابيض زي ما هي، بس بتتحمر كده يعني ايه، بتاخد لون كده بسيط خالص من تحت. وكمان الغريبة ما خدتش خالص وقت في السوا. والنار بتاعتك بتاعت الفرن بتاعك اللي بتسوي فيها
لازم تكون وسط، ما تكونش عالية يعني، كأنك هتسوي صينية كيكة كده بالظبط. بس كده يعني. وكمان هي النواعم كلها يعني، الكحك، بتفور، البسكوت، الغريبة زي كده مبتاخدش نار، ولازم تكون النار بتاعتك وسط. بس انا حبيت اوريكم كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ما شاء الله حلوة. وهي الكمية يعني بتاعتي مش كبيرة، انا عملت يعني مقدار بس كده عشان اصوره معاكم وبس وخلاص يعني. بس انا ادي اول كده اول صاج معايا، ودوت كده الصاج التاني. هنا كده اللي لونه غامق ده الزبيب اللي انا حطيته، للاسف لونه اتغير يعني كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. بس كده عملت الصاجين دول كده بالاربع كوبايات ونص من الدقيق. طبعا زي ما قلت لكم هتضيفي الكميه كده واحده واحده، ما تنزليش بالكميه كلها مره واحده، عشان على حسب ما تشوفي الخليط بتاعك هياخد الكميه كلها الاربع كوبايات، ولا هيحتاج اكتر او اقل. يعني كل واحد على حسب الدقيق اللي انت بتستخدميه يعني. بس كده. وهنا كده نهاية الفيديو، مع السلامة.